الصخر لتأملته نفسيا، مش زيادة بالقدرة، لا لا، رأيي اللي يحترم تخصصه، أنا رأيي اللي يحترم تخصصه دائما ينطلق تأملاته من تخصصه. مثلا لو كنت شرعيا كل شيء أنظر أحكامه، المنديل هنا يجوز أو لا يجوز، الماء هنا يجوز أو لا يجوز، ثم كيف يكون يجوز أو حلالا أو حراما، كيف نقلب الحرام حلال أو بهذه الطريقة. جميل. وقس عليها الاجتماعي من إخواننا وأساتذتنا، وقس عليه أيضا الاقتصادي وغيره تماما. إذا تأملنا هذه، فقط أعلق عليه قبل التأمل، بعض الناس ربما يكون عنده ابتسامات غريبة فيكون عنده إشكالية في شخصيته، نعم ربما، لكن أنا ودي أعلق عليك أنت إذا تسمح. نعم تفضل. هناك ما يسمى لغة السبب والنتيجة. كيف السبب والنتيجة؟ هذه الموية هنا لأن الجو بارد هناك برا، أو لأن الجو فيه غبار، ما علاقة الغبار أن الموية هنا، ما لها رابط. نعم. طيب بس هذه نتيجة وهذاك سبب أنا وضعته، واضح ما بينهم ارتباط. أحيانا حينما تحدث عندنا أشياء في الحياة تماما نحاول أن نوجد سببا لها، قد لا نجد سبب معين فنجد سبب غير مناسب، لكن عدم مناسبته لا تكون ظاهرة للناس، ربما للمختص. فمثلا هذا الدكتور أنا تركته لأن هذا الدكتور خلاني أكره هذا التخصص. هذا القسم اللي أنت فيه أكثر من دكتور، يعني كلهم مثله، ليسوا كلهم مثله، ربما هو الوحيد. الأمر الآخر ربما احتمالات، أنا أقول ليست لك أنت فقط، إني ما حبيت هالتخصص أو لقيت تخصص ثاني أفود منه. ربما هذا التخصص ما فيه عائد مادي أو مجتمعي أو كذا أو كذا، ولقيت تخصص آخر ربما عنده عائد آخر، ربما أحد من الأسرة ربما كذا وجهني، وقس عليها أمور. ولذلك في لغة التفكير دائما حينما أجد أثرا معينا لا أحاول لكي أخرج نفسي من القلق لأن ذلك الأثر، أبحث عن أي شيء وألصقه بالأثر، لا أبحث عن شيء فأعطيه صفة السببية وألصقه بالأثر. جميل. وضحت رؤيتي؟ لا، أحببت القسم من شخص كريم، يعني حسبت الناس كلهم مثلك ما شاء الله تبارك الله، فلقيت توجه آخر طيب أرد عليك بهذه بعد، حتى طريقة الشرح أرد عليك، تسمح لي بهذه؟ تفضل. طيب بنفس الشيء، إذا كان حبك للقسم من شخص الكريم وشكرا لك على ذلك، هل حبك لي هو اللي دخلك علم النفس؟ هذا سبب وهذه نتيجة. ربما سبب طريقة شرحك لنفس المواضيع. أبجيك يا طويل العمر، أبجيك. ربما هذا السبب أدى إلى دخولك علم النفس. نعم. لكن ما دام تركت علم النفس ربما هذا السبب ما أدى إلى دخولك أيضا. صحيح. فربما إعجابك أو احترامك لي يخليك مثلا تحبني، تقدرني، أحترمك، أقدرك أنا كذا، لكن مش لازم يدخلك علم النفس. إذا حتى لما قلت هذا طلعني من علم النفس وجيت تقول طارق دخلني، حتى هذه أنا أشكك فيها أيضا. بقناعة، مش تنسيني بقناعة بس لا ما حمش فيها. طيب المهم تخصص كنت راضي فيه؟ اي الحمد لله. مش تخصصت؟ تخصصت انجليزي بعدها. اريح لك يا اخي. اريح. لا ما زلت احبه. انا ابغى نشيد، ما في سؤال بنشيد انت وصاحبك.